الطبق اللي قدام حضراتكم ده، الطبق اللذيذ ده، بيض بفلفل ببصل وعليه جبنه موتزاريلا. معايا معلقه سمنه وبصلايه كبيره مقطعاها صغير، وقرن فلفل اصفر وقرن فلفل احمر وقرنين فلفل اخضر. معايا حط البصل بعد ما السمنه تسيح، حط البصل يتشوح، ما تغيبيش في تشويح البصل علشان خاطر الفلفل الاصفر والاحمر بياخدوا تسويه عاليه زي البصل، فبيغيبوا في التسويه عشان ما يتحرقش البصل ويكون الفلفل لسه ما استواش. وبعد كده هنضيف الفلفل الاخضر بعد الفلفل الاحمر والاصفر بشويه. ما تسويش الفلفل والبصل قوي عشان ما يتحرقوش منك وما يبقالهمش طعم، احنا عايزينهم يبقى فيهم قرشه كده، يبقى طعمهم مسكر. معايا الفلفل، ظبطت الدنيا، حطيتي بصلك وفلفل الاصفر والاحمر، بعدها حط الفلفل الاخضر. انت هتعمليها كده، بعد كده تضربي البيض في المضرب الكهربي وتضيفيه على المكونات دي، بيبقى لذيذ، وتقطعي منه بالشوكة والسكينة كده بيبقى لذيذ. عايزة تشيلي كل المكونات دي في صينية تانية وتعملي برضو بالمضرب البيض، تربيه حلو بالمضرب وتحطيه في الصينية تسويه، وبعد كده تحط عليه المكونات دي تاني وياخد من طعم بعضه دقيقتين. اعملي كده. معايا البيض، اي عدد بيض انت هتعمليه، وفلفل اسود وملح. قلبي البيض يستوي، وبعد كده تغطي الصينية وهدي النار خالص. النار تبقى هادية، الدقيقة اللي انت هتوطي عليه دي هو هياخد من طعم الفلفل والبصل اللي موجود وريحة الفلفل الاسود. هو طبق لذيذ وخفيف. دي طبق المستعجلة، يعني لو انت مستعجلة في اي حاجة، ولادك جايين عايزين سندوتشات اي حاجة، تعملوا لهم في ثواني بيجهز الطبق ده. خلاص قلبي البيض وقلبيه، دخليه مع الفلفل. انا بس يعني نقلت الفلفل في مكان، شلته شوية من الصينية، وبعد كده قلبي كله على بعضه ياخد من طعم بعضه، ووطي عليه وسيبيه. طبق لذيذ وطبق جميل. حط عليه الجبنة الموزاريلا يا دوب بس تسيح، وغطيها ووطي عليه زي ما هو بالظبط، ما انت موطيه ومغطيه. حط الجبنة بس حط كمية جبنة حلوة علشان خاطر يبقى فيها مطة وتخلي البيض طعمه حلو. ده كان فيديو النهاردة، كان فيديو بسيط وفطار لذيذ وفطار بسيط وطبق المستعجلة. ودي الجبنة الموزاريلا فردتها عليه، هغطيها ثانية واحدة بس علشان خاطر البخار بتاع البيض هيسيح الجبنة. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد.